تاني. بتعرف امبارح الشبكه الاجتماعيه حكت مش بس عن ميري ريجيف وصورك انت وياه، وانما ايضا صور ترامب، وحطوا حد ترامب بعض العبارات اللي انت كنت ترددها في حمله الانتخابات. ما هو ترامب بحبكم يعني حطوا صوره ترامب وبحبكم. هاي حقيقه، بس هاي حقيقه وتعلم مني ترامب. انه ايش؟ وتعلم مني شو تعلم منك ترامب؟ تعلم مني كل شيء، وهو رجل اعمال زيي وشخصيه قويه زيي، وما عملش حساب. تهموه ب 100 واحد انه كان معها، ما عمل لنش حساب، كمل. تهموه عده اتهامات، كمل، والاخر رئيس اكبر دوله بالعالم واعظم دوله بالعالم. فك يخدم. برايك ممكن ترامب درس تاريخ علي سلام ولا هي صدفه؟ لا مش صدفه، انا بقول لك مش صدفه. مش راح افوت بتفاصيل كثير، بس مش صدفه. لا اذا في عندك شيء تقولها تحكي بيني وبينك. لا استاذ علي، باللقاء الثاني بحكيها. لا بتعرف باللقاء الثاني بصير ترامب صار رئيس وانتهى الموضوع، لكن اليوم بعده طازه. اليوم بيستاهل. لما بصير رئيس بدي اروح كمان ابارك له. بدك تطلع يعني بدك تنظم موافق تطلع لعنده؟ طالع بالاول في لي زياره للبابا، اجلتها لاول واحد، كنت لازم اطلع هسه ب 11 يعني. ليش اجلتها؟ اجلتها لانه في شغلات كثير بدي اخذها معي للبابا. اتفقنا لاول شهر واحد، وبعدها رايح ازور كمان رئيس امريكا ترامب. طلع انا خلينا نحكي هيك واضحين وبصراحه. انا رئيس بلديه جاي اخدم. علي سلام لما اجى على بلديه الناصر، ولما المرحوم ابو الامين اختاروا يجي، كان شبعان من كل شيء، الحمد لله، من كل شيء. رجل اعمال، كنت ابن 20 سنه، كان عنده 400 شغيل. فكل هاي اللي لسه اللي بيحكوا عليها انا شبعان منها قبل 40 سنه، شبعان جاي بس اخدم. يعني انت فاهم علي سلام، انت فاهم انه يعني كل الفضائح اللي لاحقت ترامب وفي نهايه المطاف واستطاع يفوز، انت فاهم انه مش لازم يهتم بهذا الموضوع. كلها اشاعات، كل واحد بده من الثاني بيطلع عليه اشاعه. يعني مثل بيطلعوا صورتي مع ميري ريجيف وصوره ترامب مع بس. يعني ايش هاي؟ يعني ايش يعني زي الزود. واللي بتزعجك انه حطوا صورتك انت وميري ريجيف وقراب مع بعض هيك؟ انا مكيف. لا انا قلت لهم امبارح، قلت لهم انا استدعيتك كل شهر امتى تصير تيجي عندي. بعدين انا يعني ميري ريجيف صديقه لإلي، يعني بتحبني كثير. كل الوزراء والوزيرات بموتوا على رب ابو ماهر. هيك انا شخصيتي، هيك شخصيتي. الناس بتحبني. شو اسوي من الله؟ امبارح سالونا عن المشاريع، قال هاي المشاريع كانت عيامات الجمع وتنصاح بمضي لكم. طبعا بتعرف انت شو تعرف شو بقولوا انه في نهايه المطاف. خلينا اكمل. خلينا اخلص جمله. انت مالك هيك زي نعم تفضل علي. اسمعنا شوي. فبقولوا لي هاي المشاريع كلها قلت لهم هاي المشاريع كلها اتحطت على الرفوف بالخزائن. انا بعرف مين حطها، وانا بعرف مين كان معني ما تطلعش هاي المشاريع. فاجى علي سلام بنفذها هاي المشاريع. الناس بتشوف اللي بيعمل، اللي بيشتغل، اللي بينفذ. فانا بتعرف بس بقولوا كمان، بتعرف انا بدي اقاطعك، بقولوا كمان انه علي سلام اجى بس قص الشريط. يعني عمليا هاي المشاريع كانت جاهزه، انت اجيت وقصيت الشريط وفتت على المشروع. انا اللي بقول، مش اللي بقوله. بقول شو لي نصيب اني اجي بس اقص الشريط وحده هيك بدكم. المهم انه تنفذ العمل، تنفذ المشاريع، مش تحطها برفوف. مش في ميزانيات وفي كل شيء. طيب ترامب، قول لي دونالد ترامب راح ينجح؟ راح ينجح. ليش ما ينجحش؟ اليوم يا زلمه، اليوم المستشارين والمساعدين وهن اللي بيشتغلوا الشغل. اذا في رئيس ناجح هو لازم بس يدير الامور. ممنوع هو شكرا جزيلا لك استاذ علي سلام رئيس بلديه الناصر، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. بس انا في لي نداء، تفضل. نداء لكل اعضاء المجلس، اشتغلوا بعد سنتين، اشتغلوا، اعملوا لمصلحه البلد بكفي مزودات. مش راح يفيدن المزودات ولا راح يفيدن اي اشاعات. فاشتغلوا لمصلحه البلد وبس.